فيلم تراب احدث افلام ام نايت شيامالان، وده انا كنت فاكر ان هو الفيلم السابق اللي انا اتكلمت عليه من كام فيديو. فيلم ذا واتشرز هو الفيلم بتاعه اللي صدر سنه 2024، ولكن اتضح ان هو كان مشارك في القصه بتاعته والانتاج. ولكن في فيلم تراب هنا هو كالعاده مسؤول عن كل حاجه، مسؤول عن القصه، مسؤول عن الاخراج. والفيلم ده تحديدا بيمثل وجهه نظري في شغل واعمال ام نايت شيامالان كلها. كنت انا عايز اتكلم عنها في فيلم ذا واتشرز، ولكن قلت اجله. فيلم تراب نازل نتفرج عليه، ربما يكون يعني هيكبسني او هيطلعني غلط او هيطلع وجهة نظري غلط، وجهة نظر اللي انا هتكلم عليها بعدين. ولكن الفيلم ده يعني اثبات عملي ودليل من خلال الساعة 45 دقيقة اللي هي مدة الفيلم على ان في مشكلة مزمنة عند ام نايت شامالان بالنسبه لي انا كمشاهد، يعني متابع ومهتم بالافكار اللي بيقدمها. والمشكله دي انا ما اظنش ان هو يعرف يحلها. هي ليها حل معين، اعتقد يعني ان ممكن يبقى لها حل معين، ولكن هو لوحده عمره ما يعرف يحلها يعني. السلام عليكم، يا رب دايما تبقوا بصحه وخير وسعاده. فيديو جديد من فخ فيلم عن فيلم تراب لإم نايت شيامالان وبطولة جوش هارتنت وساليكا شيامالان. الفيلم هنا بيتناول وجهة نظر أنا شايفها مثيرة جدا، حاجة ظريفة جدا. لو أنت من وجهة نظر يعني قاتل متسلسل، أنت قاتل من وجهة نظرك أنت، لو أنت اتحطيت في مكان معمول لك فيه فخ قاتل وبتحاول الهروب، ازاي هتنجح في الهروب؟ ولو انت محطوط في موقف اعتقد ان هو شديد الصعوبه، ان انت موجود مع حد عزيز عليك جدا وعايز تهرب وتحافظ على نفسك وعليه هو نفسه، فهل هتستطيع انك تعملها ولا لا؟ الفكره مثيره جدا، وانا بدي الفكره هنا 10 على 10. اعتراضي بقى هو على التنفيذ. انا تقريبا حكيت لك قصه الفيلم، قصه الفيلم عن قاتل بدون اظهار اي خلفيه للجرائم بتاعته. ودي نقطه في ناس انا احيانا ساعات بتكلم عليها انها بتعتبر من احد نقاط الضعف في الفيلم، ولكن الفيلم هنا حطك على طول في بؤرة الإثارة بتاعتك، إن أنت بتتعرف بعد فترة، بعد حوالي بداية قصيرة جدا، إن هذا الشخص يصطحب بنته صغيرة في حفلة لمطربة اللي هي معجبة بيها جدا، ليدي ريفن، اللي بتقوم بدورها ساليكا. والحفلة في منتصف الظهيرة في استاد، وبعد ما بيدخل بيلاحظ إن في إجراءات أمنية مشددة جدا، وإن الموضوع خارج عن اللزوم. وهو عنده قدرة جيدة جدا على التواصل مع الناس، من خلالها بيقدر يتوصل إن في كمين معمول ومحكم جدا على كامل الحضور للقبض على السيريال كيلر اللي اسمه ذا بوتشر، الجزار، اللي هو بيقوم بدوره هنا جوش هارتنت. وهنا بتبقى المفاجأة الكبيرة، لأن جوش هارتنت في الفترة دي وهو رايح الحفلة كان حاطط واحد محتجزه في احد المنازل، وهو ده تقريبا ضحيته القادمه. ولكن هو بيدرك ان هو نفسه هيكون ضحيه لو ما نجحش ان هو يهرب. وفي نفس الوقت انت مع الوقت بتدرك ان هو مخبي حياته دي عن الناس كلها، بتاع عيلته وبنته، وبالتالي عايز يفكر دايما ان هو يهرب من المكان ده بمختلف الطرق. وفي نفس الوقت انتوا ما تعرفش ومحدش يعرف. فطول الفيلم انت عمال تتفرج على محاولات ان هو يلاقي ثغرات معينه، ان هو يقدر يستغل التجمع اللي موجود. هل هينجح يهرب بحياته ولا لا؟ هل ينجح انه يخبي الموضوع ده عن عيلته ولا لا؟ هل هينجح ان هو يخرج ببنته ولا لا؟ دي اسئله كلها انا اعتقد ان انت بعد حوالي ربع ساعه بتبتدي تفهم ان الفيلم ده حطك في صوره من يعني خلاط من الاثاره. هو فعلا فيلم حرفيا طول ما انا بتفرج الفيلم مثير جدا لغايه اول ساعه تقريبا. تمام. طيب في البدايه لو في حد عايز يتفرج على الفيلم، الفيلم مثير جدا، الفيلم فعلا هيخطفك، الفيلم فعلا هيشدك قوي لفكره الهروب. الفيلم فعلا فيه اداء تمثيلي ممتاز من بعض الاشخاص، وفي نفس الوقت الافكار بتاعته افكار طازجه الى حد ما. نقطه قوه ام نايت شامل دايما ان الافكار بتاعته دايما بيبقى فيها اسقاطات معينه، وفي نفس الوقت بيبقى فيها شيء من بيقولوا عليها الطزاجه، يعني حاجه فريش. يعني انت الى حد كبير بتلاقي ان وجهه النظر او طريقه الرعب او الطريقه اللي هو بيعتمدها في اظهار القصه بتاعته على الشاشه جديده شويه، ودي النقطه اللي هو بيتميز فيها. مشكلتي دايما مع شيامالان ان هو ما بتقفلش معاه صح. مش عارف اقول في 90% من الافلام اللي شفتها ما بتقفلش معاه صح، لدرجه ان في فيلم انا كنت اتفرجت عليه ولقيته ان هو في الافلام الاولانيه كان دايما بيحاول يعمل نهايات مفتوحه شويه او غامضه شويه، او ان هو ما بيدكش اجابه واضحه على الاحداث اللي حصلت كنوع من الاثاره الزياده. وشايف ان ده كان بيبقى نقطه ضعف في الافلام دي، لان في الاخر انت ما بتبقاش مستوعب على حد كبير الفكره اللي هو بيقولها. جه في الفترة الأخيرة من كام فيلم كده كان بيعمل
القفله بتاعته كانت بتبقى واقعيه جدا. يعني في فيلم اولد، الفيلم اولد ده بالنسبه لي مبهر، يعني مبهر فعلا، الفكره بتاعته جميله جدا. لكن القفله بتاعته كانت واقعيه لدرجه ان هي نزلت من القيمه بتاعه الغموض والاثاره اللي انت بتشوفها عبر الفيلم كله. هنا بقى في الفيلم هو عمل حاجه تانية، انا مش عارف اللي هقول ده هيبقى فيه حلقه في الاحداث ولا لأ، بس انا مش هقول ايه اللي حصل. يعني الفكره كلها ان انت طول ما انت بتوصل لمرحله الذروه في الفيلم، انت بتلاقي ان هو بيعمل حاجه ما هو بيقولوا عليها باين في الطب فلكتويشن، يعني ان هي فكره صعود وهبوط. انت وصلت للذروه خلاص، هي دي قمه الاحداث، القفله لازم تبقى هنا. طول ما انا قاعد عمال أقول لنفسي القفله لازم تبقى هنا، او خلاص يختم لي الاحداث، او خليها احداث مفتوحه عشان لو انت عايز تبني عليها في احداث بعد كده في افلام تانية او حاجه. وهو في الغالب ما بيعملش كده، هو بياخد ملامح من الفكره ويعمل عليها فيلم جديد بشخصيات جديده تماما. يعني انا ما اظنش ان هو من الاخر كده بحرقها لك، يعني نهايه الفيلم هنا مفتوحه يعني. بس ما اظنش ان هو هيعمل لنفس البطل بنفس الاحداث دي وجهه نظر جديده، ولكن هو وصل للفيلم لذروه معينه، ان هو نجح يهرب من الاستاد من الاخر وبطريقه ذكيه جدا. تمام. وبعد كده الدنيا بتروح معاه ان هي لا، لسه في ملامح للاثاره، فبتوصل الموضوع لذروه تانية لما يوصل للبيت. بعد كده الموضوع ينزل بعد كده يوصل الموضوع لذروه ثالثه، فانت بعد كده خلاص بقى اقفل بقى، اديني قفله، اديني قفله بقى الفيلم. فيوصل بعد كده ان هو يعمل ذروه رابعه، بعد كده وصل ان هو عمل صراع حد خامس قوي جدا، وكان المفروض ان هي دي بقى المفاجاه والتويست. وبعد كده جت مشهد القفله اللي في الاخر، اللي المفروض ان ده اخر مشهد في الفيلم، ففهمك ان كل اللي انت بتشوفه ده لا، لسه فيه احداث. الموضوع ده خلى، يعني انا الفيلم ده كنت شايفه في السينما، خلى الناس وهي قاعده في الاخر مفيش فكره الاعجاب او الانبهار باللي بيحصل ده، اللي هو انت عمال بتعصر بتعصر لدرجه ان انت افقدت الناس فكره اللي هو طيب، انت رايح فين؟ انت هتعمل ايه؟ انت ناوي على ايه؟ في الاخر يعني كل القصه في نصها الاولاني ممتع جدا. يعني عارف فكره ان انت بتلعب قط وفار وشايف ان المساله شبه مستحيله وصعبه جدا، وهو كده كده هو هيتكشف. النقطه الثانيه، الرهينه مثلا اللي هو كان محتجزها ده، انت كنت بتفكر يعني هل هو هينجح في القضاء عليها ولا لا؟ بتكتشف بعد كده ان هي ليها دور معين، بس مش هدفه التلميع او الاسقاط على شخصيه البطل نفسه اللي هو ذا بوتشر عندك، ولكن في شخصيه تانية بتستغل الموضوع ده عشان تعمل الذروه الثالثه تقريبا، يعني اللي هي المفاجاه الثالثه اللي كانت موجوده في الاحداث. فبرضه وانت بتتفرج انا ما كنتش منبهر، يعني ما كنتش عارف. مش هقول لك اتعاطف، انت طبعا مش هتتعاطف. انت انا شايفه كحبا في الافلام، حبا في الاثاره في الغموض، ان هو كان لازم يهرب، ان هو فكره المجهود اللي اتعمل ده كله لازم يوصل لطريقه ناجحه، ان هو يبتدي ياخد منفذ، وبعد كده ممكن عادي بقى يمسكه وهو يتقتل يعمل اي حاجه. ولكن النقطه في الاخر ان انت عمال بتعصر في الحبكه، عمال بتجيب بتلوي دراعها ورا ظهرها وبتكسر دراعها وبتعمل كل حاجه عشان تطلع متعه زياده. بس الموضوع كانك مش عارف اقول لك ايه، حاطط سكر زياده جدا في الشاي لدرجه ان هو ما بقاش يتشرب خلاص. يعني هي الفكره ان انت لازم تظبط الاثاره. نقطه المشكله اللي انا شايفها دايما في افلام ام نايت شيمالان كلها، المشكله بتبقى في الكتابه، خصوصا في كتابه الثلث الاخير بتاع الافلام. القفله بتاعت الافلام بتاعته محتاج ان هو لازم يجيب حد يشارك معاه، لازم يجيب حد سيناريست يظبط النهايه بتاعت القفله بتاعت خطوط الاحداث دي كلها. الخطوط الدراميه اللي بتظهر معاك دي كلها لازم لها كلها توصل لحاجه منطقيه، حاجه تخدم القصه نفسها اللي انت بتتكلم عنها. فيلم تراب فيلم ممتع، يعني لو انت بتتفرج عليه اول مره ممكن يعجبك جدا، ولكن وانا بتفرج عليه من صوره ان ده فيلم من افلام شيمالان، انا كنت متحفظ. يعني انا كنت متحفز ان انا اشوف حاجه جيده يعني، ولكن في الاخر كنت متحفظ فعلا على اللي شفته. النص الاخير بين الفيلم بالنسبه لي، يعني انا لو قمت وسبت الفيلم بعد ساعه بالظبط انا اكون راضي عن اللي أنا شفته، راضي جدا يعني. ولكن في الاخر القفلات او مجمل الاحداث اللي عملها في الاخر مش ممتع. لكن النقطه الايجابيه في الفيلم، الفيلم على فكره جايب ايرادات حوالي معدي 70 مليون على مستوى العالم، ودي حاجه ايجابيه جدا بالنسبه للافلام الشيمالان. فلو هو عايز يستغله ويعمل حاجات تانية دي فرصه كبيره. لكن النقطه الايجابيه فعلا في الفيلم كانت احد الحاجات اللي دايما كنت بفكر فيها، هو جوش هارتنت هيرجع امتى؟ جوش هارتنت ده انا فاكره من سنه 1998 فيلم ذا فاكولتي اول ما ظهر. الناس متوقعه ان هيبقى فيه بومينج، وبعد كده بقى موجود في فيلم ايه بقى موجود عندك في فيلم بيرل هاربور، وده احد علامات السينما، مع واحد من ارخم الناس اللي انا ما بحبهمش بين افليك، ولكن خطوات الصعود انك بتعمل سوبر ستار جاهزه جدا يعني، والخلطه واضحه جدا يعني. وبعد كده في 2001 بلاك هوك داون، فهو التعامل بتاعه حتى في افلام بلوك باستر، افلام انتاجيه عاليه ليها مشاهدات عاليه مع مخرجين تقال جدا، ولكن انت بتحس بعد كده ان المسيره بتاعته
فلات يعني، مش متذكر له اي حاجه غير يمكن بعديها كان في لاكي نمبر 11، بس ده طبعا كان معاه بروس ويلز، ففيلم يعني طبيعي ان هو هيبقى عليه العين. فضل ماشي ماشي ماشي، انا مش متذكر له فعلا اي حاجه مشهوره في الفتره دي، معظمها افلام متوسطه تماما، لغايه فيلم جاي ريتشي اللي كان السنه اللي فاتت اوبريشن فورشن، وكان برضه موجود في فيلم راس اوف مان اللي هو قبليها برضه مع جاي ريتشي. فهو تقريبا جاي ريتشي بدا يثق في موهبته، ولكن كل ده يعني عارف، لا هو عنده اكتر من كده بكتير. في الفيلم ده بقى بيظهر جزء من الكتير بتاعته، يعني الاداء بتاعه للشخصيه، هو نجم الفيلم الحقيقي، ممتع، بيوريك بقى ايه جوانب مختلفه، ازاي انك بتعمل دور مركب جدا، واحد عنده عده وجوه بقى، وجه القاتل الشرير، رجل العائله الدافئ، الاب الحنون، الراجل اللي عنده تواصل جدا جيد جدا مع الناس، في نفس الوقت عنده وجه عنيف. بالنسبه لي اكبر ميزه في الفيلم ده هو مشاهده جوش هارتنت فعلا يعني. لو انا عايز اشوف جزء تاني من الفيلم ده هيبقى غالبا عشان اشوف اداؤه هو، لان هنا انت بان وجه حقيقي لمدى الموهبه اللي بيتمتع بيها. ما اعرفش بقى المسيره بتاعته هتبقى ماشيه ازاي، ما حدش عارف ظروف الانتاج هناك ازاي، ولكن هو فعلا فعلا هو ده الميزه الكبيره جدا في الفيلم ده. عموما يعني لو انت من محبي افلام ام نايت شيمالان غالبا انت هتتفرج على الفيلم، وانا مش عارف هيبقى رايك فيه ايه. لو انت بتحب افلام الاثاره، الفيلم يعني هيعجبك، هو هيعجبك جدا يعني. بس انا ما حبيتش القفل، ما حبيتش الربع الاخير او الثلث الاخير في الفيلم بصراحه. ولكن يعني رايي ده هو ده رايي، مش رايك، ممكن الفيلم يعجبك جدا. وفي النهايه ارجع اقول برضو ان رايي اللي كنت تمنيت لكم مشاهده ممتعه. سلام.